بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون أحوالكم طيبة إن شاء الله، وتكونوا بخير وعلى خير. أنا البنات كنحدد المقاسات. أنا عندي البنات واحد 25 سنتيم، أنا عندي البنات 8 سنتيم دورة العنق. الهبطة ديال دورة العنق البنات أنا عندي 14 سنتيم. تندير واحد، كنلاقي النقط فيما بينهم. أنا البنات ديك النقطة اللي حددناها ديال الكتف تنهبطو 3 سنتيم. من بعد البنات نهبطو من ديك 3 سنتيم إلى دورة الصدر، كتعطينا 28 سنتيم، حيت أنا هادي لاطاي 3 إكس إل، عفوا دوبل إكس إل. إلا عبرتو من يعني من الفوق كتلقاو 31 سنتيم، أما من الهبطة ديال الكتف كتلقاو 28 سنتيم. هنا البنات كنعبرو دورة الصدر، قسمناها على عطاتنا 36 سنتيم زائد واحد الخياط. هاد الفصالة البنات ما كاين اسهل من هاد الفصالة هادي ديال دوبل اكس ال. حنا تنحددو التركيز ديالنا. راه شرحت، كنت عندي دي فيديو يعني شارحة الطريقة كيفاش كنديرو دورة ديال التركيز. ان شاء الله غادي نبقى نشارك معكم. انايا البنات من دورة النقطة ديال دورة الصدر حتى الهبطة ديال تحتاجيش انك تعبري دورة الخاصر والوراك، ما كتحتاجيش انك تعبريهم. انا فقط يعني الا بغات شي وحده مثلا دير الافازي اولا شي حاجه، فيمكن ليها انها تعبر دورة الخصر ودورة الوراك اللي هما الارداف. انا تنربط بجوج سنتيم. انا تندير الخلف، عفوا تنقطع يعني هذا الخلف. من بعد غادي نتراسي الامام. البنات كيفاش تعاملوا مع الثوب، يعني ان شاء الله غادي ندير معكم في فيديو باش نوريكم كيفاش تعاملوا مع الثوب. انا البنات تنحدوا الخلف، من بعد عادة تنقطعوا الامام. الطريقة لأي مبتدئة مثلا أول مرة تفصل، فيمكن لها أنها تعتمد هذه الطريقة، غتنجح فيها إن شاء الله. من الثوب البنات راه لازم أنك تثبتيه بالزيبانك أو دبابيس أو مثلا. قطعت الخلف يعني ديك 2 سنتيم قطعتها، تيبقى لي الامام. نقطع العنق، من بعد نقطع ديك الدخله ديال التركيز اللي كتكون من الامام. دائما تندخلو 1 سنتيم حتى لسنتيم ونص. تنحدو المنتصف. ما تدخلوا ب1 سنتيم. طريقة سهلة جدا جدا،
أي مبتدئة يعني في الصلاة أول مرة تفصل، فيمكن لها أنها دير هاد الطريقة، تعتمد هاد الطريقة في طاي كبيرة، تنجح معايا إن شاء الله. هي طريقة سهلة ومتاخدش بزاف ديال الوقت، والإنسان دائما أنه ياخد قطعة اللي هي صغيرة، اللي تاخد عليها القياسات كل مرة باستمرار إن شاء الله غادي مع الاستمرارية الإنسان كيتعلم وكياخد أفكار. البنات فرغ نقطع العنق بطريقة سهلة جدا جدا. بصراحة هاد المهنة ديال الخياطة صراحة هي واحد الفن، تتطلب واحد المهارة، ولكن الإنسان مداومة الاستمرارية تكتسب الكثير ثم الكثير. نتمنى التوفيق لأي وحدة مشات في هذا المجال ديالها، وواحد الشكر خاص للبنات اللي تيشجعوني وتدعموني. شكرا لكم بزاف، كنتمنى لكم التوفيق في المسيرة ديالكم ان شاء الله. انا البنات من بعد ما قطعت داك الواحد سنتيم، انا غادي ناخد الفتحة اللي كتكون في الامام اللي هو نصف طوق. داكشي كيكون اختياري، يعني كل وحده والرغبه ديالها على حسب الرغبه ديال كل سيده. اللي نورمالمون تكون من 30 حتى 40 سنتيم. انا خديت 32 سنتيم، يعني داكشي على حسب الرغبه ديال كل وحده. هنا البنات من بعد ما قطعت نصف الطوق تنحاول انني ناخد هادوك الجلايل باش ما يبقاوش لينا يعني طايحين، تنطلعوهم بواحد 4 سنتيم، تتكون 4 سنتيم. بعد تناخدوها من ماشي من الجهه اللي كتكون اماميه، وانما من الجهه اللي ديال التقطيعه اللي تتكون فيها الخياطه. هذه هي الجهه اللي تنطلعوا فيها ب1 سنتيم. اولا هاد الطريقه ديال شريط القياس، انك تاخديه من اعلى الكتف ومن بعد كتبقاي تحطيه في يعني من البدايه الى النهايه. فهذه هي طريقه زوينه. كاين جوج طرق، انك تاخدي يعني قياس ديال 4 سنتيم او 3 سنتيم، او شريط القياس تاخديه من اعلى الكتف ثم تاخدي الطول ديالك. مثلا الا كان الطول ديالك 141 انت كتاخدي 11 سنتيم اللي تكون زايده على حسب ديك العطفه. من بعد ديك 150 او 148 على حسب كل سيدة، على حسب الطول ديالها، واش بغيتي بالحزام او لا بلا حزام. فإلا كان بالحزام فتاخدي 150 اللي تيكون قياس مزيان. بغيتي بلا حزام عادي فمثلا تديري 148 مزيانه، 146 مزيانه، تاخدي شريط القياس. من بعد كتبقاي تقلبي على ديك النقطه ديال 146 اولا 150 حتى كتسالي الدوره ديال القفطان اولا اللباس او المهم الثوب بصفه عامه. هنا البنات راني تصاوب لكم، هنا راه
تصعيد الثوب تنقطعو باش يجيني موازي. السيدة طول ديال طول ديال الكم، مثلا على حسب السيدة هبط بستاش 16 سنتيم. كاين واحد الطريقة مثلا اللي ما مبتدئة ومن هاد القياسات اللي تكون بحال مثلا 16، ما عرفتش منين جبنا هاد القياسات. هي واحد القاعدة 16 14 12، يعني هي قياسات ديال القاعدة. ان شاء الله دابا نشاركهم معكم. انا دابا هاد 16 سنتيم هي باش غادي ناخدو ليها ديك الدورة ديال التركيز اللي هبطنا 28. سناخدو القياس من الكتف تندورو على ديك الدورة ديال التركيز، من بعد تنشوفو داك القياس هو اللي تنحطوه هنايا في هاد الخط المائل. تنحطوه هنا، من بعد تنقسموه على 2، من بعد تنولي نقسموه على 4. صراحة البنات هي الفصالة سهلة، خاص غير الممارسة، والوحدة تبقى دائما انها تاخد يعني ثوب لي تيكون عادي، ماشي اللبسة ديالك او لا، وتعلمي ان شاء الله دغيا ان شاء الله تعلمي. يعني يا البنات صراحة هاد الخياطة فهي راه واحد الفن، وتتطلب يعني صراحة مهارات، وتتطلب بزاف ديال الحوايج. ولكن البنات بعد ملي كتكتسبوا معلومات وتكتسبوا وتتبحثوا في هذا المجال، فراه صراحة راه دغيا غادي تتعلموا، دغيا غادي تكتسبوا هاد المهنة هادي. دار الفوائد ديالها هنا البنات 60 سنتيم طول ديالكم. الدورة كانت فيها 15 سنتيم. صراحة يعني هاد الفصالة سهلة سهلة سهلة، أسهل ما يكون بالنسبة لأي سيدة مثلا عندها الكرش ولا عندها لي هونش، فتعتمد هاد الفصالة اللي هي سهلة جدا. بالنسبة للبنات قلت لكم على الفوائد، فالفوائد ديالها كثيرة صراحة. يمكن لك انك تصايبي مثلا اللباس ديالك، تحدي المقاس ديالك، كتوفري المال، يعني بزاف ديال الامور تتخليك انك تمتهني هاد المهنة هادي، اللي هي صراحة مهنة صراحة زوينة. يعني بالاول تتكون صعوبات وتتكون يعني بزاف ديال الامور، ولكن يعني مع الاستمرار والتعود تلقاي من تلقاي داكشي اللي بغيتي. صراحة كتولي كتبغي هذا المجال وهذا الميدان هذا. ونتمنى لأي وحدة بغات تمتهن هذه المهنة هذه توفق ان شاء الله يا رب. انا البنات فصلت لكم عادي جدا، يعني سهل سهل جدا، صالة سهلة. أتمنى تفهموا هذا الفيديو، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.